واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع جديد اللي هو إدارة الوردية، التشغيل بمعنى أصح. أنت عندك المطعم بينقسم إلى ورديتين أو 3 ورديات. هنتكلم النهاردة على المراحل الستة في إدارة الورديات. أول حاجة مرحلة ما قبل الافتتاح. لو أنت جاي الصبح قبل ما تفتح مطعمك لازم تعمل حاجة بيسموها الجولة التفقدية. الجولة التفقدية انك انت تشوف مكانك من بره الاول عامل ازاي، هل في اي اثر لكسر ابواب او كسر حاجه لا قدر الله، في مشكله، في حاجه مكسوره، في حاجه واقعه، في حاجه مفتوحه. تبدا تخش جوه مطعمك، نفس الموضوع الجوله التفقديه دي، تشوف معداتك، حاجتك، حاجه ناقصه، كلام من ده قبل ما تفتح المطعم خالص، قبل تعمل اي حاجه. تاني حاجه اداره ما قبل الافتتاح. دلوقتي قلنا اداره ما قبل الافتتاح، بعد كده اداره الافتتاح. الافتتاح هتشوف الناس بتوعك بقى، الصف بتاعك كامل، عددهم كامل، معداتك مظبوطه، تدخل تشيك على معداتك كلها، تشيك على الواي فاي، تشيك على النت، تشيك على الجهاز الكمبيوتر اللي عندك، البي او سيستم، السكرينز اللي عندك شغاله ولا مش شغاله. تبدا تحط جدول للاوبننج بتاعت الناس، كل واحد عنده المهام الوظيفيه بتاعته، هيفتح يعمل ايه، اللي هو البوزيشن شارت، كل واحد هيبقى موجود فين. لو في حد عنده بري تاسكس، يعني مهام سنويه او سكند تاسكس، يعني هتبدا تشوف ده هيعمل دي هنا وده هنا وده هنا وده هنا، توزع الناس لحد الاوبننج. يا جماعه الساعه كذا نبقى كلنا واقفين جاهزين للبريفنج بتاعنا. ده اللي هو الافتتاح. يبقى انت بتشوف الستاف بتاعك، تشوف معداتك، تشوف الستوك اللي عندك من الخامات والبريبريشن والاعدادات، تبدا تعمل بريب شيت او بريب سكادول على التجهيز بتاع اليوم بتاعك. طب بناء على ايه؟ بناء على الكونسامشن اللي انت عامله، اللي هو الاستهلاك بتاعك، اللي هو احنا الاسبوع اللي فات عملنا قد كده مبلغ، استهلكنا كذا من كل خامه كذا كذا، نبدا نعمل لها ده في شكل اسكادول، وكل واحد في قسم يبدا يعمل تحضيراته وتجهيزاته. يبقى دي الاوبننج. بعد ما عملنا الاوبننج بتاعنا وجينا للستاف هنعمل بريفنج، نبدا نتكلم في الحاجات. البريفنج 3 حاجات زي ما قلنا قبل كده: الحاجات اللي حصلت في اليوم السابق، اي اخطاء، والنهارده ايه التاسكس اللي مطلوبه مننا او ايه الهدف البيع اللي مطلوب مننا، وثالث حاجه نوزع الناس على الاستيشنات بتاعتها وعلى اقسامها بسرعه جدا. ده ما ياخدش اكتر من ربع ساعه. وانت بتعمل ده بتبص على مظهر الناس وشكلهم ولبسهم ويونيفورماتهم والتزامهم بالمواعيد العمل وهكذا. تمام. بدأنا نشتغل. طب انت كمدير ورديه مكانك فين في المطعم؟ ده سؤال مهم جدا. مكانك فين؟ في ناس عاملين انترفيو يقول لك مكاني في الصاله. طب ماذا لو عندك مشكله في الكيتشن، في الباك اوف ذا هاوس، هتعمل ايه؟ طب انت عندك المطبخ فيه زحمه، طب الصاله ما فيهاش زحمه، طب عندك مشكله في الدليفري، قسم الدليفري فيه زحمه، يبقى انا مكاني كمدير ورديه في المكان اللي محتاجني فيه، المكان اللي فيه لاك، اللي فيه نقص، اللي فيه مشكله، اللي فيه كونفليكت. يعني لو انا عندي اوضاعات الصلاه تطلع مظبوطه ومنتظمه كويس جدا، يبقى انا دوري ان ادخل اعمل تشيك على اداء الكاستمر بتوعي او الدنيا مظبوطه او ايه بسرعه كده. طب لو انا عندي مشكله في الكيتشن، اوضاع بتتاخر جوه، لازم ابص على الكيتشن شوف الدنيا جوه فيها ايه. لو عندي مشكله في الدليفري، الاوضاع ما تطلعش بسرعه، طب هل ده نقص طيارين ولا ناتج من ايه؟ يبقى انا لازم ده كله، وانت اثناء الورديه بتفكر في ده كله. احنا كده خدنا ما قبل الافتتاح والافتتاح والتشغيل الورديه. دي الورديه هنعتبر انها الورديه الصباحيه. طيب اصعب حاجه في الموضوع بقى اللي جايه دي، اللي هي اداره تغيير الورديه، ودي اهم حاجه في المطعم. يعني دي الضحيه بتاعت كل مطعم، اداره تغيير الورديه. الضحيه الاول للاسف بيكون الكاستمر بتاعنا. يعني نروح اماكن كتير اقول لك ايه، لو سمحت انا عايز حساب الشيك. ليه؟ ما احنا لسه قاعدين. يقول لك اصل انا هغير شيفت. تبقى مش حلو، ده مش صح، ده مش غير صح على فكره. حد بيعمله يبطل يعمله. مفيش حاجه اسمها غير شيفت. غير شيفت كانك بتقول قوم روح خد الناس الضيوف اللي معاك وامشي. يبقى تغيير الورديه ده لازم يتم بشكل احترافي جدا. المدير اللي جاي لازم يستلم من المدير اللي موجود. مدير الورديه المسائيه مثلا بي ام شيفت يستلم من اي ام شيفت. يستلم منه ايه؟ خامات تكفي لنهايه اليوم. طب وانس الخامات دي مش مكفيه، ما هو شفت الصبح ده بتاع البريبريشن، بتاع الاعدادات، بتاع التجهيزات، مش مكفيه، يبعت حد من الاستاف الموجودين المختص يعمل. مثلا لو انت بتشتغل في بيتزا، تاكد ان العجين ده هيكفيك لاخر الليل، الجبنه المبشوره، الكذا، الخضار. لو انت بتشتغل في مطعم برجر مثلا، تاكد ان خامات البرجر اللي عندك تكفيك لاخر اليوم. طب ما كفتش من الاول، يبقى عندك رؤيه. طب خلي حد من بتوع الصبح يساعد مع بتاع بالليل يجهزوا ستوك يكفي
لاخر الليله. ازاي الستوك ده؟ نفس زي ما قلنا على الصبح، بناء على مبيعات الاسبوع اللي فات، واليوم ده زي اليوم اللي قبله، ومعدل النمو اللي احنا عارفينه واتكلمنا فيه قبل كده. تمام. يبقى اداره الورديه وانت بتعمل اداره الورديه هاند اوفر للشيفت دي الفلوس. احنا كنا بنشتغل عشان فلوس، يعني وقالنا تشاءت هاوس، احنا بنشتغل عشان الفلوس. السيلز اللي بنعمله ده تامنه كويس قوي، يتعدى مظبوط وتسلم الخزنه وتكتب بيه سند ان الورديه الصباحيه مبيعاتها قد كده، وتسجله، ويبقى المدير بتاع الصبح يمضي عليه ومدير بالليل يمضي عليه كمان. ده انت ماشي سايب ورديتك، فلوسك مظبوطه، خاماتك مظبوطه، استافك مظبوط. تتاكد برضه، اصل احنا مش انديفيدوال ايلاندز، احنا مطعم واحد. طب لو حد غاب من الورديه مسائيه، مفيش مانع ابدا ان حد نقول له لو سمحت يا فلان هتطبق مع مستر فلان بالليل النهارده ساعتين ثلاثه، لانه ما عنده نقص في الاستاف. يبقى انت تسيب مطعمك مش ورديته وخلاص، لا، انت بتسيب مطعمك كل واحده واحده. تسيب مطعمك متظبط للورديه المسائيه ومستعد ليه. عملنا، جهزنا، اشتغلنا، خلاص. ايه المطلوب منا بعد كده؟ دورك بقى زي ما قلنا بتاع مدير الورديه الصباحيه، دورك فين بقى؟ في الاوبريشن. دورك في الاوبريشن نفس اللي قلناه الصبح، دورك في المكان اللي محتاجك فيه. هل الشغل محتاجك في الصاله اكتر، ولا في الدليفري اكتر، ولا في التيك اواي اكتر؟ يبقى انت نفس الموضوع اللي قلناه الصبح هنطبق عليك دلوقتي. بعد كده تبص على ايه؟ البري كلوز. البري كلوز اللي هو الاستعداد ما قبل الغلق، ما قبل غلق المطعم. يعني ايه؟ انت دلوقتي على الساعه، لو انت عندك لاست اوردر الساعه 2، من الساعه 12 ونص واحده تبدا تعمل بري كلوز. لو عندك 2 فراير مثلا، تفصل واحد، تبدا حد يشطبه وينظفه، وتسيب التاني شغال. لو انت عندك صالتين مثلا، تقفل صاله والصاله التانيه تبقى انت شغال عليها. يبقى انت بتعمل بري كلوز اللي هو تهيئه للغلق. لو جينا نترجمها باللغه العربيه كده، تهيئه للغلق. لو عندك عدد كبير من الدليفري مثلا، ممكن تبدا تعمله ايه؟ تشطب حاجه معينه، الدليفري ليه شغل برضه، مفيش مشكله. يبدا يعمل الجزء المطلوب منه بري كلوز. وبعد كده اخر حاجه مرحله الكلوزنج بتاعتك. زي ما قلنا الورديه الصباحيه هنقول على الورديه المسائيه، بمعنى البري كلوز، الكلوزنج بتاعك لازم يبقى الفلوس متامنه، العهد مظبطه، كل مصاريف اليوم متجمعه، ده كله متجمع ومحطوط في الخزنه. يفضل يبقى معاك ويتنس، يعني يبقى معاك شاهد على الكلام ده، الكاشير مثلا، سوبرفايزر، يبقى موجود معاك وانت بتحط الفلوس في الخزنه وبتودعها، وتقفل خزنتك وتظبط امورك على الفلوس. تاني حاجه تبدا تعمل بقى ايه؟ كلوزنج للمكان بتاعك. لو في مثلا حاجه محتاجين الصبح طلبيات معينه هيطلبوها، تكتب ورقه بالكلام ده كله، في محتاجين الصبح كذا كذا، اول ما تيجوا يا جماعه اطلبوا كذا، في اعطال صيانه بسجلها، في كذا بسجله، في حد عامل اكسكيوز لبكره بقول له فلان مثلا مستأذن بكره ساعتين، وهكذا. كل ده نكتبه ويبقى معلن، او دلوقتي بقى جروب الواتساب بيحل كل المشاكل دي. يبقى ده الكلوز. نفس الجوله الامنيه اللي عملناها الصبح هنعملها برضه بالليل، بمعنى هبص على مطعمي، ابص على ابوابي، اتاكد جدا لو مقفوله. قبل كده ياما حصل معانا كمديرين زمان انك ممكن تنسى باب المطعم اتقفل على الفاضي، تبقى متاكد ان الباب بتاعك ده مقفول كويس، انه فصلت الغاز قفلته، الكهرباء المين سويتش فاصل عن اماكن معينه، الا اتاكد جدا ان الفريزرات والثلاجات شغاله قبل ما تمشي. افصل اضاءه بس الاناره، انما المعدات اللي محتاجه تدنها شغاله 24 ساعه زي الفريزرات والثلاجات لازم اتاكد انها شغاله. تمام؟ ده باختصار شديد المراحل السته بتاعت الورديه. نتمنى ان احنا نكون افدناكم النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.